يا صباح الفل، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. الله، ورقه وقلم كده ويلا بينا عشان نشوف من الاسبوع النهارده يبقى عباره عن ايه. معانا 7 اكلات ل7 ايام لسفره كامله مختلفه جدا، مفيش فيهم اكله تشبه التانية واقتصاديه جدا وعلى قد الايد. اعلى وجبه فيهم حوالي 100 جنيه. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف. اول وجبه معانا تبقى عباره عن مكرونه بالثوم ومعاها طبق معاها كده قطعه من البرجر. ده انا كنت جايباه جاهز الصراحه مجمد، ما عملتوش في البيت، ما حاولتش اعمله قبل كده، بس ان شاء الله نحاول الفتره الجايه نعمله مع بعض. وطبق حوالي 400 جرام فيه 8 قطع. حلوه جدا. عملت كده شويه مكرونه بالثوم وقمت حاطه كده لكل واحد كده طبق خرطه او قطعه. وده كان انا كده ما عملتش اي حاجه تانية خالص، لا مخلل ولا سلطه ولا بطاطس. انت حابه ممكن تجيبي شيبسي، ممكن تعملي بطاطس محمره، ممكن تعملي سلطه، ممكن تعملي مخلل، ممكن تعملي حاجات كتير جدا جنبها. بس انا استكفيت بكده واليوم عدى والحمد لله رضا. إيه لما قلت 7 اكلات اقتصاديه. طبعا الوجبه دي ما كلفتنيش غير حوالي نص كيلو من المكرونه ب11 جنيه، وكيس برجر ب35 جنيه، يعني حوالي 46 جنيه. تمام، يعني اقل من 50 جنيه عملنا غدوة حلوة جدا. هنا بقى تاني يوم البصارة. بصارة وعيش محمص طبعا بتاكل بالعيش ومعاها شوية مخلل. ما عملتش اي حاجة برضو تانية جنبها، مش بالكترة ومش بالاطباق الكتيرة. اهم حاجة تكون معمولة كويس وكمان تستفادي منها وتشبعي. انا كنت محمرة شوية بصل على فول مدشوش، انا مش فاكرة والله سعره كام. كنت جايبه حوالي ربع كيلو فول مدشوش، وجبت عليه ربطة حزمة كده من الشبت والكزبرة. والبقدونس مهم جدا، وممكن تحط معلقه ملوخيه ناشفه. وما شاء الله طريقتها برضو على القناه ان شاء الله تشوفوها وتعجبكم. برضو الوجبه دي ما بتكلفناش اكتر من 50 جنيه، يعني بالكتيرها او 40 جنيه بالكتير قوي يعني وجبه برضو اقتصاديه وموفره وبتفرط معاك وبترمي اطباق كتير جدا، فان شاء الله تعجبكم. تالت وجبه معانا بقى كان عندي لف الجلاش كده وبواقي بس سمبوسك. انا عملتها باللحمه المفرومه كده، كانت زي الفل. عملنا كده صينيه جلاش باللحمه المفرومه كده، ما عملتش جنبها اي حاجه غير شويه مخلل وكيس شيبس للولاد. واليوم عدى والف هنا والف شفا يا رب. ممكن تعمليه بالجبنه وممكن تعمليه باللحمه. حلو جدا برضو. هنا رابع اكله معانا كنا عاملين سمك طبعا ده كان بحوالي 180 جنيه. لا كنت جايبه كيلو ب100 جنيه، كانت ب100 جنيه. عملت انا جنبها ليمون وجرجير، كنت عامله مخلل انا في البيت ورز ابيض وبس كده. تقدري تعملي سلطه، تقدري تعملي بتنجان مشوي، فلفل مقلي، بطاطس محمره، تاخدي اي نوع من دول تعمليهم جنب الاكله ديت جنب السمك. ومش لازم تجيبي بوري، ممكن تجيبي شبار، ممكن تجيبي بلاميطه، ممكن تجيبي قمره. موجود اليومين دول رنجه حلوه قوي، حلوه في الشوي وحلوه في القلي. وكمان بقولك بدي ما كلفتناش غير 100 جنيه. والمخلل في البيت والرز في البيت وربط الجرجير ب2 3 جنيه، مش هتأزم الدنيا يعني. فيوم يعني عملنا يوم 50، يوم 30، يوم ب100 جنيه، واليوم بيعدي والدنيا بتعدي وزي الفل، وربنا يديم نعمته علينا يا رب اللهم امين. خامس يوم معانا، رابع يوم معانا تبقى عبارة عن كبد وقوانص ومكرونة محمرة وكيس شيبسي. انا كنت جايبه فراخ وبشيل الكبد والقوانص بتاعتها في جنب وبعملهم في يوم كده كوجبه غدا. كنت عاملاها بالفلفل والبصل والثوم برضو طريقتها على القناه. وعملت كده مكرونه محمره بالصلصه اللهم صل على النبي. جبت كيس شيبسي وعملت شويه عصير للولاد كده عشان خاطر افتح نفسهم على الاكل. وكانت جميله جدا، تمشي معاكي بالعيش، مش لازم مكرونه، تمشي معاكي بالرز بالشعريه، تمشي معاكي رز اصفر، عيش بلدي، بصي ماشيه معاكي في كل حاجه. وبرضو ما كلفتناش حاجه. طبعا انت لو بتشتريها ممكن تشتري نص كيلو ب40 جنيه، فمش هتفرط معاكي اكتر من 50 جنيه. نص كيلو مكرونه وكيس شيبسي برضو، وهي يعني حوالي 55 جنيه. واكله مشبعه وحلوه جدا وكمان موفره، ومش هتكلفنا كتير. على قد ما هي قليله بس بتفرط معاكي وبتاكل من 3 ل4 افراد. تمام، دول كانوا حوالي 5 كبدات على 5 قوانص، قطعتهم قطع صغيره جدا. طبعا كتر البصل بقى وكتر الفلفل، فالحاجه هتزود معاك ان شاء الله. ربنا يجعل في ايدك البركه يا رب اللهم امين. ندخل بقى على خامس اكله معانا. خمسة ولا السادسة؟ السادسة تقريبا. هنبقى بقى حوالي، هنا كان عندي وراك 3 وراك. سلقتهم عادي وحمرتهم ورشيت عليهم فلفل وملح، وعملت جنبهم ملوخية من الشوربة بتاعتهم. تقدري تعملي جنبهم بطاطس خضار، لوبيا، الفاصوليا الخضراء موجودة اليومين دول، اي نوع خضار انتوا بتفضلين. احنا في اليوم ده فضلنا ان احنا نعمل ملوخية
فانا سلقتهم وما عملتش جنبهم اي حاجه خالص غير ان خدت الشوربه بتاعتهم وعملت منها شويه ملوخيه كده حلوين. واليوم عدى بألف هنا وألف شفا يا رب، وإن شاء الله كده ربنا يملى بيوتنا كلنا بالخير والبركة يا رب العالمين. كانت مستوية وكانت زي الفل وكانت تمام خالص، وحمرناها اديناها كده تحميرة في الطاسة في على زيت على البوتاجاز يعني، وشوية ملوخية حلوين جدا وشوية شوربة ما شاء الله. ورز بالشعرية بقى. فالوراك تقريبا برضو انا مش عارفة سعرهم كام بصراحة، لان انا كنت برضو مفرزاهم عندي يعني واخداهم عاملاهم وجبات، فبس مش هتعدي معاكي يعني. هنا بقى عملت انا شوية لوبيا وبتنجان بالدق، حمرته كده وحشيته عملت له دقة وطماطم بالدقة. ما كلفتنيش ما حوالي غير 30 جنيه. ووجبة حلوة جدا ومشبعة، مش لازم لحوم مش لازم فراخ. الدنيا بتمشي بقلل قليل وبقلل حاجة. البطن ما بتعرفش لا الفول من الطعم من اللحمة، البطن بتاكل وخلاص. فربنا يوسع على الجميع ويرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومنيو جديد. استنوني، بحبكم في الله، ومع السلامة.